5 حاجات لازم تعرفهم قبل ما تشتري السماعة دي. اول حاجة استخدامها مريح جدا، تصميمها شيك قوي وبخامات بريميوم او عالية الجودة، وكمان جاية ب3 الوان، الذهبي او الابيض او الاسود، وانا شخصيا اخترت اللون الذهبي وبصراحة كان اختيار موفق قوي. وزنها خفيف على دماغك، المخدات بتاعتها مريحة جدا، مش بتحسسك باي حرارة خالص اثناء الاستخدام او الساعات الطويلة. جاي فيها زراير للتحكم، رفع وخفض الصوت، وزرار الباور اللي بتقدر برضو من خلاله تقفل او تشغل الحاجة اللي انت بتسمعها. وجاي كمان في زرار على ودنك الشمال سحري، وهقول لك ده بيعمل ايه كمان شوية. تاني حاجة التجربة الصوتية، جودة الصوت هنا ما فيهاش غلطة، حرفيا ابسط حاجة ممكن اقولها لك انك ايا كانت الحاجة اللي انت بتسمعها هتحس نفسك قاعد جواها، سواء بتشوف فيلم وبتسمع الصوت هتحس نفسك جوه الاحداث، لو انت بتلعب العاب او انت بتسمع اي حاجة تانية انت بتحب تسمعها. رقم 3 وهي البطارية، عشان السماعة تقعد معاك وقت طويل لازم بطارية قوية جدا. احب اقول لك البطارية هنا بتقعد معاك 120 ساعة استخدام متواصل، ده للشحنة الواحدة. اما لو انت بقى مستعجل وملحقتش تشحن السماعة، في 10 دقايق شحن كفيلة ان هي تخلي السماعة تقعد معاك 12 ساعة متواصلة. مدخل الشحن هنا USB Type C، بتقدر تشحنها من اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك بمنتهى السهولة. وتقدر كمان بدل ما تستخدم السماعة كبلوتوث تقدر تستخدمها كسماعة سلكية، لان هنا جاي مع علبة السماعة الواصلة ل3.5 اللي بتقدر من خلالها تحول سماعة بلوتوث لسماعة عادية. 4 الزرار السحري، وده زرار عازل الدوشة او النويز كانسليشن، اللي من خلاله السماعة بتفصلك عن اي حاجة موجودة حواليك وبتخليك تركز بس في الحاجة اللي انت بتسمعها. والوضع ده بتقدر تستخدمه لاستخدام متواصل لمدة 60 ساعة للشحنة الواحدة. 5 حاجة وهي ان لما دورت ورا السماعة دي اكتر اكتشفت ان ليها تطبيق بتقدر من خلاله لما تنزله على الجهاز بتاعك تتحكم في كل حاجة موجودة في السماعة دي، زي جودة الصوت والوضع الخاص اللي انت عاوز تسمع بيه الصوت ده، وكمان تحكم في درجة عزل الضوضاء، وكمان في وضع خاص للعيبة اسمه جيم مود. العلبة جاي فيها السماعة، الكتالوج بتاعها، وصلة الشحن USB Type C، وكمان سلك السماعات 3.5 ملم عشان تقدر تحولها لسماعات سلكية. السماعات اسمها ساوند بيت سبيس، وانصحك جدا ان انت تجربها، وهسيب لك لينك الشراء والتفاصيل والاسعار في البايو وفي اول تعليق. لو عاوز فيديوهات اكتر من النوعية دي تابعني عشان يوصلك كل جديد.